تنتهي وقت الصف لانه في وقت. بس بدنا نكفي. اكيد يا ريت انا عندي مسرح الليله، يعني يا ريت بقدر ضل اكثر بس عندي مسرحيتي. فيوسف من سوريا. عائلتي بابا وماما. اخوي اكبر مني، متزوج وعنده بنوته بتجنن تشبهني. عمر السنه. اسمها شام. شو اسمها؟ شام. شام. حلو. يعني شام يعني الشام. شام. دمشق. دمشق. اخر فتره كنت اعذبها كثير قبل ما اجي لهون، ضل انكشها وعضها وهي لحتى اشبع منها، لانه عن جد بحبها كثير. وعندي اختي اصغر مني. انا كنت ادرس علاقات دوليه ودبلوماسيه كمان بالشام. علاقات دوليه دبلوماسيه بالشام. بالشام. ضليت سنه وتركت لانه كنت سافر، انا عايش باللاذقيه وكنت ادرس بالشام. بتعرفي الاهل، خوف الاهل بدك تروح من منطقه لمنطقه. تركت وسجلت باللاذقيه. سجلت حقوق. وانا قبل ما اجي كنت عم ادرس حقوق يعني. وشو قصتك علاقتك مع الغنى؟ كيف يعني خبرتني حياتك والغنى بهالموضوع. الغنى بهالموضوع هو هدفي الاساسي يعني، بس ما شفت الفرصه. انا كنت اعمل حفلات، ضليت فتره منيحه اعمل حفلات قبل ما اجي لهون، بس وصلت لمرحله انه ما عم اتقدم يعني بهالشيء. وقدمت على ستار اكاديمي لانه هو الهدف يعني. وان شاء الله بطور حالي ان شاء الله. من انت وصغير كنت تغني، قلت لي بتعمل حفلات يعني، وين كنت تعمل حفلات مثلا؟ هلا قبل ما اجي انه مطاعم بمحلات انه سهرات. بس قبل انا وصغير انه بالمدرسه بالبيت مع امي اكثر شيء يعني، بالمطبخ هي وعم تطبخ. اهلك رجانين على ايه يعني هن شجعوك انك تجي على ستار اكاديمي؟ ايه طبعا شجعوني. اوكي. هلا شجعوني وبنفس الوقت انه بدهم يعني ادرس. بس في شغله انه مثل ما هن عاشوا حياتهم اللي بدهم اياها وعملوا الشيء اللي بدهم اياه، انا كمان هي حياتي الخاصه فيني. انا بشوف حالي انه ايه اوكي عم ادرس، بس بشوف حياتي انا بالغنى يعني. هذا هدفي، هذا طموحي. وهيك حدا عنده سؤال؟ ايه فازي. انا عايزه اسالك، عمرك فقدتي شخص عزيز عليك في الحرب اللي في سوريا؟ بالحرب لا، انه بسوريا لا، بس ايه انه صديق او ايه طبعا من 2 سنين توفر فيه بحادث سياره. كنت انا وياه انه ضلينا 16 سنه رفقات. حكيت هالشيء قبل. انا ما بعرف. لا بعرف، فيني اعرف. مو عم قلها يعني. توفى بحادث سياره. ضل انه طول مرحله الدراسه وانا وياه، هو من اكثر الاشخاص انه من بعد اهلي كان يشجعني على هالموضوع، ودائما يقول لي انه ليش ما بتقدم يعني، قدم على انه برامج، قدم على هي. بكل حفلاتي يكون هو موجود معي. بيوم من الايام كان بالسياره، عمل حادث وتوفى فورا. الله يرحمه. بتحس انه طبعا هلا انت لانه عندك هذا الحلم انك تغني بس في شغله قلتها هلا عن صديقك، قلت انه هو كان يكون موجود بكل حفلاتي. يعني انا هيدي الجمله يلي لفتت لي نظري. بتحس انه انت هون شوي كمان كرماله كرمال؟ طبعا. وهلا هو لو هو اساته موجود، انه هو شيء بحياتي يعني، انه بذاكرتي، انه اساسي. انت على تواصل مع اهله؟ ايه طبعا، اكيد. ولو كان لساته عايش كان يمكن ما راح اقول لك اكثر من اهلي يعني، فرح لي مثل اهلي. بتحب تقول له شيء هلا؟ ايه، انه
لساته كأنه عايش، بس انه مثل ما بيقولوا انه الجسد راح بس الروح لساتها موجوده. هذا مستحيل شيء انساه يعني بحياتي، مهما صار الانسان ومهما كبر بالعمر ومهما هي، ضل في اشخاص انه بس يلتقوا بيعيشوا نفس الطفوله، ممكن انه افهمه من نظره، افهم من تطليعه وحده شو بده شو بدي، ممكن الكلام يلي بده يحكيه او احكي انه ينعرف قبل ما يهي. هو هذا الشخص يلي فقدته رفيقي، اسمه رامي. حدا عنده بعد سؤال ليوسف؟ ولا بزي؟ كتير طيب وأنا كتير بحبك، أنت بتعرف. وانا بحبه. بس في شيء سمعته مرة، إذا أنت بتحب تقول أو ما بتحب تقول براحتك. سمعت مرة إنه قلت شيء إن أنت يعني عندك مرقت بشيء ديبريشن أو شيء هيك، يعني إيه اكتئاب، شيء مثل اكتئاب أو شيء هيك. هي فترة وفاة رفيقي. كنت انه بعدها اكيد صرت تاخذ انه بعدها مريت فترة اكتئاب منيحة. شو كنت تحس بهالفترة؟ انه ما لك نفس تظهر لبرا؟ ابدا، ما تظهر من البيت ابدا. يعني كل مشوار، كل قعدة، كل حفلة، كل هي انه 16 سنة انا وياه، انه حياتنا كلياتنا سوا. فانه هي من اكثر شيء صار معي بحياتي. شو اللي ساعدك تظهر من هالاكتئاب؟ انه خلص انا اذا بصمم على شيء انه هلا خلص اوكي، شيء امر وصار، قدر وصار. ايه ف واني ضل هيك ما رح لقدم شيء، ولا ما رح فيد حالي ورا، ولا يرجع هو يعني. اوكي. هذا الشيء اللي بعد فترة انه خلص فكرت بهالشيء، انه اذا ضليت هيك ما رح ضل ورح ارجع لورا. لا اكيد هو ما رح يكون انه مع هالشيء هذا، فخلص. اوكي يوسف. زلمه انا حاليا اليوم ليش؟ عم بتفاجئ هاد كله هو اللي بيوسف كل هالاخبار. لا هلا هي حياة الواحد هيك، انه واحد ما بيبين انه بنقعد سوا نضحك كل وقت، بنضحك كل وقت، نضحك نحكي طيب يعني إيه لا بس مش عن يوسف، يعني عم بقول لكم بعرف انه قصده على الكل يعني. بس رفايل كأني ما بعرف شيء يعني ما عم بس ما هيدا يعني الهدف لما تكون انت. ليش انا اول شغله قلت لكم العلاقات بفرقه المسرح بنعيش سوا فتره، يعني انتم مثل ما رح تعيشوا، يعني رح يجي نهار اذا مش بهيدا الصف رح تكتشف الاخر. اوقات ما بتفهم الانسان، ما بتفهم رده فعله، ما بتفهم اذا عصب على شيء، ما بتقدر تفهمه الا ما تعرف هو عن جد بشو مارق. بس تعرف بشو مارق او شو الاشياء يلي ممكن تكون نقطه ضعفه، بتتقبل تعصيبه اكثر، وبتفهم ليش عم بيفرح على اشياء يعني ممكن تكون تافهه بس بيفرح لها. يعني بيكون بيدور على حاجة عشان يفرح. يعني بقول لكم شغله من اهم رح تفوتوا على ستار اكاديمي وتظهروا ان شاء الله مثل كل التلاميذ اللي مرقوا، ان شاء الله بتصيروا نجوم كلكم. يعني انا النجوميه بتمنى ما تكون هدف لكم بالحياه. هي النجوميه هي استمراريه فعلا، انك تنجم نهار وتختفي هذا ما بيفيد. وبعدين النجوميه الحقيقيه هو شو النجمه؟ هي ضوء صغير كتير صغير بس بضل مضوى كل الليل، مش مجرد موضه يعني مش انه بيمرق هيك يعني مش اتوال فيلون، مش اتوال فيلون، لا هي. وبعدين انه بعيد النجم، يعني اذا بدك تفكر فعليا هو النجمه بعيده بس مفعولها كبير، ضوء. فما يكون انه هدفكم تكونوا نجوم، المهم تضلكم مضويين قد ما فيكم، لو هالضوء صغير بس
تكونوا مستمرين بهالضوء على سنين. هي اهم شيء، لانه الشهرة بتجي فجأة. اليوم اذا بتقتل قتيل بتصير مشهور ثاني يوم. الشهرة شو؟ انه الشهرة اسهل شيء تنشهر، بس اصعب الشيء انه يضلوا العالم متذكرينك وتضلك كل فترة تطل عليهم وتضل محافظ على هالنور الصغير مثل النجمة يلي بتضل موجودة. ايه يعني بالنهار النجمة بتختفي، بالليل بترجع بتطل، بس المهم انك ترجع تطل بالليل مش تختفي بس تطلع الشمس، لانه كل يوم نكتب مسرحيه اليوم رح نكتب مسرحيه. ليه ما بدنا نكتب؟ على فكره بالنسبه للكتابه يلي منكم بحس انه عباله يكتب، وهيدي الشغله فينا نعملها باول كل صف، وهيدي جديده رح اعملها. ما انت اعطيتني الفكره رفاية. زقفوا انا لا بعرف بكيكم ولا عندي اخبار بكيكم. لا بس ممكن باول صف المسرح اذا حدا كاتب شيء نقدر نقراه ونشوف كيف فينا نترجمه على المسرح. بيطلع حلو انك تترجم شيء كتبته، نترجمه على المسرح، نمثله، نوزعه على عده اشخاص يقولوه. المشكله في اللغه. ما في مشكله، ما عندنا لغه ابدا ابدا. حدا عنده بعد سؤال ليوسف؟ وي عندي سؤالين. ايه اخ علي يعني رحت تفضل اخ علي. لا السؤال صغير، هو السؤال يعني السؤال الاول قصير. مدير يا عمي المعتر ما فتح تمه من وقت ما بيصير ما يعود يتسكر. يلا يوسف، في احد خذلك يعني في حياتك؟ خذلت من احد؟ السؤال الاول مراسل من اي اذاعه؟ لا بصراحه لا. طيب يعني الحين انت هل ممكن انه كاشخاص انه انا بعتبرهم انه المقربين لإلي؟ لا ابدا. طيب الحين بالستار اكاديمي يعني تتمنى انه واحد يشوفك غير اهلك طبعا واصحابك، يعني احد كنت تحبه قطعت علاقتكم يعني طبعا تتمنى انه يشوفك، وش حاب تقول له؟ مين هالشخص اللي تتمنى يشوفك؟ حبيبتي السابقه. لا من سنه عامل لك بار كله طلع. انت عارف والله من سنه بطلع برا بلاقي 20 وحده جايه ما نعمل رفاية شو عم تعمل؟ هيدي صورة الشاب اللبناني انه بيظهر لبرا بيلاقي 20 وحده. لا ما كل واحد بفكر هيك بينه وبين حاله بالليتل يو اللي كنا عم نحكي عنها بثاني اذاعه. يوسف حبيبتك السابقة ضايعين 6 سنين. في شي حدا بيحكي لا واو روقوا في قصة. حالك ليه؟ 6 سنين؟ ايه 6 سنين. وتركتوا بعض؟ تركنا بعض لانه كان بدها خطبه رسميه، وانا بعد انه ماني مستقر. بعد 6 سنين بعدك عم تتعرف عليها. لا ما هيك قصدي. لا روق خلينا نسمع. لا في شي جد بده يصير كان؟ خطبه. لا هيك بكير بخطب عمري 15 سنه يعني. نعم 15 سنه. بالتسعه كنت عم تحكي انت وياه. صار سنين. اغنيه اهل ما يردون. ما فهمتوا ما خلوه يفسر. انه ضلينا انه نحب بعض انه 6 سنين، بعدين بس يتدخلوا الاهل اهلها يعني اهل ما يردون. انه خلص ولايمتى يعني، وبعدين انه بدهم شيء رسمي انه مثل انه خطبه يعني. وانا ماني مستقر ماديا، ماني لسه مؤسس حالي، ماني هيك انه عم اخذ مصروفي من اهلي. الشيء اللي عم اخذه من الحفلات ومن الهي انه مصروف لإلي. بس ما صارت مشاكل وصارت هي ووجع راس سؤال وجيه بس بعدك بتحبها؟ هلا مستحيل، ما بتنتسى. ما بتنتسى. لا لحظة شوي. ما بتنتسى. واحد بحياته 6 سنين وكيف بده الثاني ينساه يعني؟ اوكي. بس خلص انه هلا ممكن كانت فيها توقف معي اكثر، بس ممكن كمان من ضغط من اهلها، ضغط من هي ما بعرف، بس موضوع وانتهى. طيب بتندم لو انه عملت شيء تا كنت تحصلها بوقتها؟ اعمل شيء؟ لا انه
تمسح شو اسمه يعني فانوس؟ الفانوس السحري. لا مش شو؟ قصة هيك انه يعني. تداري الامور طولي بالك بعد 3 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر ايه طيب ضل اكذب علي يعني كذا كنت بتحكيني يا زلمه بطلع لبرا. شو بده يحكيك رفايل؟ شوف بقى فاتح بنك يعني بدك تعطيه قرض زواج يعني ايه هلا من يقول لك كلمه بس. بعد عندي ايه خليه سؤال؟ يقول لك كلمه. لو اهلها بقى دلوقتي بعد ما انت دخلت ستار اكاديمي وافقوا ان انت تتجوزها، انت هتوافق؟ ليش؟ بدهم ما بدهم يوسف، بدهم يوسف ستار اكاديمي. ليش انه يعني ليش ما وافقوا قبل؟ ايوه هي مش ذنبها، ده ذنب لا، هي أهلها. مش ذنبها، بغض هي النظر ذنب أهلها. انا مش قصدي، انا قصدي ان هي اهلها وافقوا. هي البنت ممكن تكون مجبره على كده، ممكن تكون مجبره ان هي تسمع كلام اهلها، بس انت هتوافق ان اهلها يبقوا موافقين عليك لمجرد بس ان انت بقيت مشهور ونجم؟ اكيد لا. مش هتوافق؟ لما مش هذا السبب. وايه ذنبها طيب؟ بديك الشابور خلص انه في شيء انه في موضوع وانتهى. ما طيب ايش حابب تقول لها يا يوسف؟ شو حابب تقول لها؟ الله يوفقك. الله معك الله معك. الله معك. عاش يا ابو الابطال. بنفس الفكره يعني هسألك سؤال يوسف. في يقطع اليوم. السؤال هايدي عيني كل ما تتكلم. يلا هتقول لك بابا. اوكي بشوفكم بدنا نكمل تبع بشوفكم نهار الاربعاء. اوكي السؤال بقى. يلا باي. يعني انت مثلا باي تاخذ باي مدام. لو انت دلوقتي طلعت بره